ليه البيض من أكتر الأكلات اللي العلماء والمدربين بيعتبروها كنز غذائي متكامل؟ وليه كل لاعب كمال أجسام أو أي حد مهتم بصحته لازم يعتمد عليه بشكل منتظم؟ البيض مش مجرد بروتين، البيض وجبة كاملة فيها كل العناصر اللي جسمك محتاجها تقريباً. وفي الفيديو ده هنعرف 7 فوائد علمية قوية للبيض هتخليك تبصله بطريقة مختلفة تماماً. الفائدة الأولى: مصدر بروتين كامل عالي الجودة. البيض من أعلى مصادر البروتين الحيواني اللي فيها كل الأحماض الأمينية الأساسية اللي جسمك محتاجها. الجسم بيمتص بروتين البيض بكفاءة عالية جدا، وده بيخليه مثالي لبناء العضلات، إصلاح الألياف بعد التمرين، وتقوية الأداء البدني. البروتين ده بيشتغل على رفع معدل تخليق البروتين العضلي، وده أساس التضخيم. الفائدة الثانية: غني بالكولين، عنصر مهم للمخ والعضلات. الكولين الموجود في الصفار ضروري لصحة المخ، الذاكرة وتركيزك، وكمان ليه دور أساسي في نقل الإشارات العصبية للعضلات أثناء التمرين، يعني أدائك في الجيم بيكون أدق وأقوى. الفائدة الثالثة: فيتامين دي لدعم العظام والهرمونات. البيض واحد من الأكلات القليلة اللي فيها فيتامين دي بشكل طبيعي. الفيتامين ده بيدعم صحة العظام، امتصاص الكالسيوم، وكمان ليه علاقة بتوازن هرمونات الجسم، وده مهم جدا للرياضيين. الفائدة الرابعة: دهون صحية توازن الهرمونات. صفار البيضة مليان دهون صحية مهمة لإنتاج الهرمونات البنائية زي التستوستيرون. وجود التوازن ده بيساعد على زيادة القوة، تحسين التعافي، ورفع معدلات النمو العضلي. الفائدة الخامسة: مضادات أكسدة قوية للعين. البيض فيه لوتين وزياكسانثين، مضادات أكسدة مهمة بتحمي العين من الإجهاد ومن ضعف الرؤية اللي بيزيد مع السن أو مع الاستخدام الطويل للشاشات. ده غير إنه بيدعم صحة الخلايا بشكل عام. الفائدة السادسة: فيتامينات ومعادن أساسية. البيض غني بفيتامينات مهمة زي فيتامين بي 12 وبي 6، ودي مسؤولة عن إنتاج الطاقة، صحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم. كمان في سيلينيوم وزنك، عناصر أساسية لجهاز مناعي قوي وحرق أفضل. الفائدة السابعة والأخيرة: الشبع والتحكم في الوزن. وجبة البيض بتشبع لفترة طويلة جدا بسبب البروتين والدهون الصحية. ده بيخلي البيض مثالي للناس اللي عايزة تخس أو تسيطر على الشهية بدون جوع، وفي نفس الوقت تحافظ على كتلة عضلية قوية. الخاتمة: البيض مش مجرد وجبة بسيطة، ده غذاء متكامل بيدعم صحتك وعضلاتك ومناعتك وأدائك اليومي. ادخاله في الروتين الغذائي هيفرق معاك بشكل واضح. ولو لسه ما اشتركش، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.